ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى جايبه لكم وصفه تحفه جدا 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 للناس بقى يا جماعه اللي بتحب القطايف. طبعا ما ينفعش رمضان يجي علينا من غير قطايف. كل سنه وانتم طيبين. طبعا هنعمل النهارده يا جماعه القطايف بوصفه سهله وبسيطه وما بتاخدش مننا اي حاجه خالص. وطبعا احنا عارفين انها بقت غاليه. احنا هنعمل 40 واحده كوبايتين من الدقيق بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، واهم حاجه ما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. اول حاجه بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معايا نص كوبايه من السميد الناعم الخشن اي حاجه، كله كده كده هيمشي في الخلاط. ومعايا كمان معلقه صغيره من الخميره ومعلقه من النشا، معلقه برضو صغيره من النشا، وثلاث معالق كبار من السكر. ومعايا كمان كوبايتين من الدقيق العادي خالص. وكمان يا جماعه معايا 3 كوبايات من الميه. اهم حاجه بقى مش فارق ان انت تضربيها في الخلاط او تعمليها على ايديكي او بالمضرب او اي حاجه. حطيت بقى 3 كوبايات من الميه العاديه خالص، وحطيت السكر والخميره ومعلقه النشا، وبعد كده كمان حطيت السميد الدقيق البسبوسه يعني. وبعد كده هحط الدقيق، طبعا مش هحط الدقيق كله علشان ما يعملش كتل كده في الخلاط ولا اي حاجه. هحط نص الكميه وبعد كده هنزل بالنص التاني بعد ما اضربه في الخلاط. كده ضربت اول الكميه اهي. هحط بقى نص الكميه التاني وعليها رشه من الملح بسيطه خالص يعني ما تسكرش اساس. ممكن تحطي مع الوصفه دي فانيليا لو عايزه. لو عايزه يعني تبقى ريحتها نكهه كده عاليه. لو مش عايزه عادي انا ما حطيتش فيها. وما تحطيش كمان بيكنج باودر علشان البيكنج باودر وانت بتحمريها هيطريها مش هيخليها ناشفه. حطيتها بقى في كوبايه تانية كده خارجيه. وبعد كده هغطيها ممكن تغطيها بكيس بلاستيك زي ما انا عملت. ممكن كمان تغطيها بستريتش، بس اهم حاجه تمنعي الهواء خالص تدخل عنها. وهسيبها ربع ساعة لمدة خمر كده شوية تخمر شوية. وبعد كده على طاسة على النار. مش فارقة على فكرة بتلزق او ما بتلزقش، بس اهم حاجة الطاسة بتاعتك تسخنيها كويس. وكمان تسخنيها قبلها ب30 ثانية يعني بنص دقيقة. معايا بقى فنجان كده انا حطيت يعني عبارة عن عيار كده. طبعا انت لو بروفيشنال يعني وتاخدي بالنظرة مفيش مشاكل، مش لازم فنجان او كوباية او اي حاجة يعني. انا كنت بحط بس بالمقدار يعني اللي يحب انها كلها تبقى متساوية. انا طبعا هشيل الفنجان ده دلوقتي وهعملها بايديا عادي بالكوباية على طول. بصوا يا جماعة اللون ما بتاخدش 10 ثواني على النار. بس اهم حاجة اول ما تحطي على الطاسة يعني اول ما تحطي القطايف كده لازم العجينة تبقى على نار عالية اول حاجة. بس اهم حاجة كمان اول ما تحطي العجينة توطي النار على طول. اوعي تكون النار سخنة عليها علشان ما تلسعش وفي نفس الوقت مش هتطيب. لازم النار انت سخنتي الطاسة سيبيها بقى براحتها خالص على نار واطية خالص. هسيبها بقى بصي بتطلع الفقاعات بتاعتها لمدة 30 ثانية برضو، او ممكن اقل او ممكن اكتر شوية مفيش مشاكل. اصبروا عليها لحد ما العجينة كلها تطيب وتبقى كويسة. اهو انا عملت كمان وما بحطش زيت ما بحطش اي حاجه. ممكن بس بمنديل لو في بواقي في الطاسه امسحيها بمنديل مفيش مشاكل. انا حطيتها بقى كده يا جماعه على طرحه او فوطه رقيقه خالص. يعني اهم حاجه تبقى رقيقه جدا علشان مش عايزاها تبقى حاجه تقيله عليها عشان ما تسحش منك كده في العجين يعني هي دي يعتبر لسه عجينه. ما تحطيش عليها حاجه تقيله. بغطيها بقى بطبقة بطبقة كده وهي تحت عادي وسط بقى الشكل. تقدري تعملي كتير. انا دي يعتبر نص الكمية بس يعني في كمية تانية كانت خارج الفيديو بصراحة. حاجة كده في منتهى الجمال ووفرتي وعملتي كتير جدا وفي نفس الوقت احسن 100 مرة من بره. وطبعا يعني لو كيلو دي مكلف شوية بس اكيد مش هيبقى مكلف زي القطايف اللي انت بتشتريها عجين من بره. دي احسن كتير في التخزين وكمان في كل حاجة في الطعم وفي الشكل ومفيهاش طبعا. كل سنه وانتم طيبين. رمضان ما ينفعش يعدي كده من غير قطايف. جربوها بقى وما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير.